الحقوني يا جماعه، مش عارفه اتصرف ازاي دلوقتي. جوزي لما اتجوزني اهله ما حضروش الفرح، قالوا له بعت لنا صوره عروستك، راح بعت لهم صوره من على النت، طلعت صوره هيام بتاعه حريم السلطان. قلت له يا نهارك اسود، انت ما لقيتش الا هيام بتاعه حريم السلطان؟ قال لي ما انا قايل لهم ان انا متجوز واحده بيضه قشطه وحلوه، وقالوا لي عايزين صورتها، رحت بعت لهم هيام عشان اوريهم ان انا ما بتجوزش اي واحد. قلت له والعمل؟ قال لي انت لازم تعملي هيام في اسرع وقت. قلت له هيام؟ قال لي حالا، الناس جايين من البلد وهيجوا دلوقتي، وانت عارفه اهلي صعايده وصعبين، ولو عرفوا ان انا بكذب عليهم هيخلوني اطلقك. قلت له كمان تطلقني؟ لا، ده الموضوع كبير قوي، انا مش هسكت على كده. رحت قايمه طبعا اعمل هيام، امال هعمل ايه يعني يا جماعه؟ رحت بقى قعدت ادور على العدسات، ببص ما لقيتهاش في العلبه، لقيتها جوه بقي. قلت الحمد لله انها في بقي طازه، اكيد انا كنت نايمه ونسيتها جوه بقي. رحت لابسه العدسات كده زي ما انتم شايفين، دي عدسه ودي التانيه عشان خاطر اخلص. وطبعا رطبنا وشنا كويس قوي بالسيرم القمر بتاعنا. بصوا بقى العدسات يا جماعه، يا خراشي، قمر قمر فظيع، الله اكبر، يعني مش محتاجه حاجه. جبت بقى الكونسيلر عشان نكنسل لو في اي غمقان فوق العين. وبعدين بقى هبتدي ان انا اعمل الحواجب. دي مسكره ميه سينما، كلكم سالتوني عليها وقلتوا لي اجربها، وانا جبتها النهارده اجربها علشان تشوفوا النتيجه قدام عينيكم. المهم جبت المسكره كده وجربتها، والمسكره حقيقي طلعت خرافيه، ونقطه منها بتغرق الدنيا. انا اكتشفت بعد الفيديو ان انا كده كترت جدا، وانا بشيلها بمزيل الميك اب ما كانتش بتتشال اصلا، يعني مش عايزه تتشال، مش عايزه تخلص، الجل ما بيخلصش. فانتوا تاخدوا نقطه منها بجد خطيره خطيره خطيره، مش هستغنى عنها تاني. دي وسرحت بقى حواجبي كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. ما انا لازم حواجبي تبقى نفس لون حواجب هيام بالظبط بتاعت حريم السلطان. هي اقل مني ولا ايه؟ ما البت شقره وبيضه وحلوه وعينيها زرقاء زي ما انتوا شايفين، ولا زرقاء فاخضر. المهم يعني الحواجب تحفه تحفه تحفه. جبت بقى كونسيلر كده وحددت حوالين الحواجب عشان انضف الحاجب كويس قوي. وجبت الفاونديشن القمر حبيب قلبي 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 من جوه. قعدت بقى اظبط الفاونديشن كده اهو، خلاص اهو شايفين بثبت بقى كده اهو بيه. وعلى فكره انا بعمل من بدري، بس هي كانت الكاميرا ما بتصورش، جبت لكم بس في الاخر. بصوا ناعم جدا. جبت بقى الكونسيلر ده 2، واحد ساندرا وواحد لوريال، واحد مش فاكره الدرجات بصراحه قوي، هبقى اكتب لكم في الكومنتات. ده علشان نكنسل لو في اي تصبغات او اي هالات تحت العين، وده عشان خاطر ننور بيه. ما هي البت منوره وملعلطه، واهل جوزي طبعا فاكرين ان انا ايه نفس اللي في الصوره دي، بس انا بحاول يعني ان انا باين ان انا نفس اللي في الصوره دي، علشان خاطر ما يقولوش على جوزي ان هو ضحك عليهم ولا حاجه. ولو قالوا في اختلاف في الملامح ولا الكلام ده، هقول لهم بقى ما هو من الحمل يا جماعه، والحاجات دي بتغير الواحده طبيعي. انتوا شايفين الصوره دي بتاعتي كانت من 8 سنين، وطبعا كبرت واتغيرت، واكيد حلوت للاكتر، واحاول ان انا اكسفهم عشان ما يقولوش عليا ان انا مش شبهها. وطبعا هم هيردوا عليا يقولوا لي طبعا حلوتي، ده انت بقيتي زي القمر. بس كده يا جماعه. المهم بقى جبت الكونتور وقعدت اكنتر كده واعمل خطوط، ما هي كانت هيام اصلا عباره عن خدود تفاح كده اهو، وشفايفها المنمنمه الحلوه. وحطيت بقى البلاشر بتاعنا ده اللي هو الكريمي، وبحب احط قوي بلاشر فوق الحاجب وفي الدقن زي ما انتوا شايفين، وهدمج كويس قوي 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 كده اهو زي ما انتوا شايفين. وعلى فكره البلاشر او الكونتور مش كتير، لان احنا لسه لما نثبت ببودر هتبقى هتخفي كتير قوي من المكياج. المهم بقى يا جماعه، انتوا قولوا لي بجد ايه رايكم؟ انتوا شايفين ان انا شبه هيام بنسبه كام في المية؟ انا حاسه ان انا شبهها بنسبه 100% على فكره. الاختلاف بس في لون العين، هي يعني لونها ازرق كده، انا عينيا لونها بني عادي، يعني مش حاسه ان انا مختلفه عنها قوي، حاسه ان انا عايز شبهها وكمان احلى منها، ملامحي احلى منها. على الاقل انا مصريه اصيله، لكن هي مش مصريه يعني. بس كده ابتديت ان انا بقى اثبت وشي كله زي ما انتوا شايفين، وحسيت بقى ان انا وشي كده تمام قوي قوي قوي. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير والكومنتات. للاسف اكتشفت هنا ان انا العدسات اللي حطاها رمادي مش زرقاء، معرفش ازاي. هثبت الاول كده ببودر لونها ابيض. البودر دي موجوده في علبه الكونتور بتاعه ميه سينما او اي بودر بيض عندك. بصوا بنور الاماكن اللي انا عايزاها تبقى منوره. بصوا بقى كونتور المناخير، القمر 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 اللي انا اتعلمته وبقيت محترفه فيه، محترفه بمعنى الكلمه. شايفين كونترت مناخيري كونتره ولا اجدع كونتور. بس كده هثبت بقى كويس قوي تحت وعند خدي كده من تحت وعلى كونتور مناخيري، وهظبط. وهجيب علبه الاي شادو اللي هي الصغننه دي. العلبه دي رخيصه جدا بتاعه ميه سينما، برضو كنت جايباها ب60 جنيه، معرفش دلوقتي بقت بكام بصراحه. فيها كل الالوان وبحبها وبعتمدها على طول. المهم بقى هجيب البلاشر
يا دي النيله، هجيب الاي شادو قصدي وابتدي ان انا ادمج كده كويس قوي. وخدت ده لون انتقالي ماشي، اسمه لون انتقالي، بتغمقي بيه العظمه بتاعه الجفن بتاع عينيكي. وبعد كده بتبتدي تعملي الوان، بس انا مش هعمل ولا لون، هاخد نفس اللون واحطه تحت عينيا، وهاخد اسود كده من الاخر اشد بيه طرف العين، افتح بيه العين للاخر اوسعها. بصوا شايفين شديت بطرف العين ازاي؟ ركزوا يا جماعه في الخطوات دي، عشان انتوا بتقعدوا تقولوا لي احنا عايزين تفصيلات والميك اب بالظبط بالخطوات. وهجيب بقى ايلاينر لونه ابيض وهشد الخط بتاع العين بس من فوق الخط الاسود اللي انا شدته من الاخر، واحط من الايلاينر الابيض ده جوه عينيا لان انا مش عندي كحل ابيض. وهعيد تاني بالاي شادو البني الغامق اللي هو الترابي ده تحت خط الرموش اللي جه فيه ايلاينر ابيض. وهبتدي ان انا اثبت بباودر بلوس باودر اماندا خطيره طبعا وغنيه عن التعريف. وهجيب المسكره ومسكر كده رموشي تحت وفوق عشان اعرف احط الرموش بتاعتي وتظبط معايا اللوك العظيم ده. هجيب الملقوط وهلبس الرمش الاولاني والبس الرمش التاني، وخلي بالكم في تثبيت الرمش، خدتوا بالكم انا بثبت ازاي. وهجيب الايلاينر قلم. قولوا لي بقى يا جماعه ايه رايكم في رسمه العين، واكتبوا لي في الكومنتات الرسمه عجبتكم ولا ما عجبتكوش. وبعدين هعيد تاني على الايلاينر الابيض اللي انا كنت عاملاه علشان الايلاينر الاسود جه عليه وخفاه شويه. وبعدين بقى هبتدي ان انا احط الهايلايتر كده وانور وشي وانور تحت حاجبي زي ما انتم شايفين. ودي بقى النتيجه النهائيه بذمتكم، هيام ولا مش هيام؟ انا حاسه انه احلى بصراحه. وعملت بقى الاكسسوارات ولبست الذهب وعملت الضوافر وظبطت نفسي على الاخر علشان يقولوا عليا هيام واحلى كمان. قولوا لي رايكم في اللوك، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنتات كتير. باي باي.